اسألني 3. شكرا على النجاح اللي انتوا وصلتوني، وشكر ربنا طبعا الاول، وشكرا ليكم. شكرا على 20,000، وشكرا على 1000 اللي على اليوتيوب. يا رب يكبروا اكتر واكتر. كنت عايز اقول لكم ان انا بحبكم جدا، وانتوا بتوحشوني. انتوا الصفحة دي يعني اما بكون انا متضايق مثلا او تعبان ومتضايق من الدراسة بتاعتي، بفتكر ان انا عندي صفحة وعندي ناس بتحبني كتير قدكم، فبتبسط جدا وبكرر اكمل واكمل وما يأسي يعني. فشكرا ليكم جدا. النهارده بقى انا قررت اعمل حاجه جديده. بص، انا عايز احس ان انا مهم شويه، فجبت حد يسالني. تمام؟ اللي يسالني ده انتوا شفتوه قبل كده، هو عيل رخم كده، عايزين نبقى نختار له اسم. بعد ما تخلصوا الفيديو في الكومنتات قولوا لي نسميه ايه. تمام؟ يلا. واحنا يعني قبل ما نبتدي، هو لازم يعني من غير نضاره؟ نايل اقرا الاسئله. توكل على الله. امل ايمن، قرر الفيديوهات بتاعتك واعدادها بيبقوا بتوعك كل لوحدك، ولا حد بيساعدك في الافكار والتصوير وكده؟ وايام الدراسه بتلاقي وقت تعمل فيديوهات ولا الدراسه بتشغلك؟ افكار الفيديوهات يا سيدي ساعات انا اللي بفكر فيها، وساعات زياد هو اللي بيقولها لي، بيقول لي الافكار اللي في الفيديوهات. لكن اعداد الفيديو، الكلام اللي في الفيديو كله انا مننا، ما حدش بيساعدني فيه الا قليل خالص وبس. اما بقى بالنسبه للدراسه والفيديوهات فربنا بيسهلها معايا، بس ساعات في اسابيع كده ببقى مزنوق فيها جامد فمش بعرف اصور. فان شاء الله يعني ربنا يظبط الدنيا معايا وما تزنقش فيها. غير كده انا في البيت بستنى اما البيت كله ينام عشان اصور، فهم بيقعدوا ساعات لغايه الساعه 2 3. فانا يعني ببقى عندي عزيمه مثلا ان انا هصور فيديو وقاعد بفكر فيه ومش عارف بظبط له لغايه ما تيجي الساعه 2 بالليل او 3 اكون خلاص قفلت من الفيديو، فباجلها الاسبوع تاني. في الاجازه ساعات بيبقى عندي استعداد ان انا ممكن اصور كل يوم، بس برضه بسبب الموضوع ده واللي هما بيناموا متاخر فانا بفقد العزيمه اساسا. بسمة العشري ويوسف ممدوح بيسالوك زملكاوي ولا اهلاوي يا محمد؟ ماليش في الكوره، هو مصر وبس. ابويا زملكاوي. دعاء علي، عملت القناه امتى؟ بص، انا فتحت القناه في شهر 4، بس اول فيديو نزل كان في شهر 5 بعد عيد ميلادي بكام يوم كده، وكان ريبورت. ومن ساعتها ابتديت فيديوهات. قعدت شويه مع واحد صاحبي كان مشترك معايا في القناه، وهو يعني كانت الموضوع كان مشروع مشترك، هوب هو فلسع بقيت انا لوحدي وبس. امنيه مصطفى، ليه فكرت تعمل فيديوهات؟ تعمل فيديوهات لاني في الاجازه ما بتيجي ما بعملش اي حاجه. اما بقيت السؤال ده فهي هتلاقيه في فيديو اسالني واحد، اتفرجي عليه وانا هحط لها اللينك كمان في الكومنتس. امل شحاته، ده سؤال فراغ عاطفي. ليه لما البنت ترفض عريس يقولوا ان في حد في حياتها؟ لا، فراغ عاطفي فعلا. بص يا سيدي، الموضوع ده عشان يبقوا يقنعوا البنت اللي هي توافق، يعني يغصبوها اللي هي توافق بس ما تاخدش بالها. يعني الموضوع ده موجود في اي حته، يعني مش عشان مجتمع مصري بس، ده على حسب رايي انا. لكن هم عارفين ان هي اصلا كل اللي تعرفه هو مؤلف الكتاب بتاعها في الكليه، ما تعرفش اي حد حاجه تاني. وفي بنات بصراحه حدث ولا حرج تبقى عارفه 20 واحد على بعض، ربنا يحفظنا. سما التهامي، ايه رايك في صحوبيه البنات بالولاد؟ وانت بجد مبدع واستمر. بص يا سيدي، صحوبيه البنات والولاد بالنسبه لي صحوبيه البنات والولاد اللي هم اصحاب، يعني المعنى ده بالنسبه لي يعني ما بيحبوش بعض، لا اصحاب. فلازم في الكليه اكيد يعني البنت هتحتك بالولد، يعني ده لازم. فاصحاب عادي قشطه، يعني بيكلموا بعض وما تبقيش مقفله. لكن انا ما بحبش الناس اللي هي بتبقى لا انا ما بكلمش ولد، لا انا ما بكلمش بنت، لا ايه ده، دي كائنات غريبه وده مش عارف ايه. يعني اصلا بتبقى في المحاضره ابقى قاعد، يبقى ولد قاعد جنبه بنت ماشي، يبقى قاعد ساب جنبه وجنبها، يعني شارع فيه ممكن يمشي 9 عربيات عادي جنب بعض، ويحفر بقى خندق ويحط مش عارف تمساح، وما تقربيش هنا هموتك لو قربتي. فيعني ما تعرفش بيعملوا كده ليه. ما عادي خلاص بقى، انت هتعمل كده ما تقعدش جنبها. لكن قررت تقعد وهتسيب كل المكان ده، ما بقى ما تفخدش عليا انا، يعني ما تفخدش عليا بدراعتك ورجلك وانا قاعد مزنوق كده عامل زي الليمونه المعصوره. عيب، ناس معقده. غير كده اصحاب عادي بتتكلموا عادي ما فيهاش اي حاجه، ده اللي انا شايفه يعني. يوسف، مين اليوتيوبر العربي اللي بتحبه؟ اليوتيوبرز العرب انا شايف ان هم ناس كلها ناس مبدعه وناس حلوه وكلها يعني بالنسبه لي دمها خفيف او بيضحكني يعني. فاقول لكم على الناس اللي انا بتابعها. عندك محمد جيمي، ابو علي، ليدو انا بموت فيه يعني، شادي سرور، آية مصطفى، نعمة حسنين. هي دي بتغني اساسي وانا كنت بقرا الاسم بتاعها نيام لغايه ما ادركت اللي هي نعمه يعني. في مصطفى ده بيقدم معلومات وكده، ده حلو جدا. في قطز عصام كان بادئ في نفس الفتره اللي انا بدات فيها. في نادر احمد، وفي محمد خالد كل وفي عمو شريف منير، ده برضه انا متابعه، هو اكبر مني فانا بقول عمو يعني. واكيد ساره صبري. وفي بقى قنوات مش حاطين اسم، يعني في زي متى عقلك وهل تعلم
وفي كمان عشوائيات. دي قناه مصريه يعني تحفه بجد، وبحيي صاحبها يعني اللي هو النجاح اللي وصلوا له يعني. غير كده يعني انا شايف ان هي يعني كلهم حلوين، ونفسي بجد الناس دي تشتغل مع بعضيها كلها، يعملوا فيديوهات مشتركه وكده يعني. نفسي ياخدوني معاهم. خالد محمد: اكبر مصيبه في حياتي. انا بص ضمانتي انا شخصيه رخمه جوه شخصيته، ما بتطلعش كده الا في اوقات معينه، زي ما قال لك كده الكائن الرخم ده. هي الشخصيه دي موجوده عندي، بس يعني انا بحاول ما بطلعهاش. بتطلع بس لما اكون متضايق قوي 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 على الناس اللي انا بتكلم معاها. غير كده اي بقى مشكله حصلت لي في حياتي او اي حاجه فانا بتعلم منها وخلاص، والموضوع بيعدي يعني وبنساه. بس ساعات في حاجات بتقعد تحرق في دمي يعني، فخلاص يعني. وانا اصلا كائن عصبي وبشيل في نفسي يعني. انا من النوعيات اللي هي بتقعد تشيل ما بتتكلمش، بس بتنفجر فجاه. نونا عوف: مبسوط في هندسه، واشمعنى اخترت عين شمس؟ ولا عارف توفق ما بين دراستك وانك تعمل فيديوهات؟ مبسوط في هندسه. بصي، هي هندسه دي حلم العمر بتاعي يعني، وانا صغير من وانا بدرس. انا ما بحبش المواد اللي فيها حفظ، كنت بحب الماس جدا، فعشان كده كنت عايز اخش هندسه. بس ما دخلت هندسه اتصدمت بالواقع يعني. انا كنت داخل عايز حاجه فيها فيزيكس، عشان كنت بحب الفيزيكس جدا في الثانويه العامه. محاضرتين بس في الفيزياء قلت مش هقرب من كهرباء خلاص، ودخلت عماره بس، والدنيا ماشيه يعني. اشمعنى بقى هندسه عين شمس؟ فده ابويا هو السبب في الموضوع ده. يا بابا انا عايز اروح القاهره. لا، هي عين شمس. عين شمس قريبه يا حبيبي. يا بابا انا عايز اروح القاهره، ما فيهاش حاجه يعني. لا، هي عين شمس. حصل مظاهرات، هجيبك هناك ازاي؟ ما ينفعش. وغير كده عين شمس مستقبلها حلو، مهندسين عين شمس وكده. اوفق بقى ما بين دراستي والفيديوهات. بحاول بس هي في اسابيع كده بتقع مني. هو في الترم الاول اسبوع واحد بس ضاع مني، وبقيه الاسابيع نزلت فيديوهات كل اسبوع. ان شاء الله الترم ده ممكن يقع مني اسبوعين ولا حاجه، فيعني ادعوا لي بس الترم ده يعدي على خير. حلمنا انه كل بعض. ده اسم ده ولا لو جات لك هجره بره مصر هتقدر تعملها وتسيب اهلك؟ هم اصلا عايزين اسافر بره، وانا اصلا عايز الف العالم يعني، عايز اتفرج على بلاد بره وكده. لكن لو هعيش في مكان هحاول اخد مامتي معايا. تقع فيه: عمرك شربت سجاير؟ وهل قدرت تواجه باباك؟ وبلاش تنكر يعني، لازم تقول لها يعني. لا يعني ما عمري ما شربت سجاير ولا قربت منها. انا بتخنق من ريحتها اساسا، ومش عارف اصلا اللي بيشربوها دول بيشربوها ازاي يعني. اصلا ببقى نازل بقى وحاطط برفيومز وكده، واخش بس العربيه هوب بابا يقعد بقى يشرب له سيجارتين، عمال ما بطلع في مدخنه طلع مني، ما كل ده بيروح. فانا اصلا بكره السجاير دي وعمري ما شربتها، وما بنكرش والله، هو انا فعلا عمري ما شربت. اسامه ام نوفل: شال اسم ابوه. نقول لابوه بقى: انت مرتبط وعندك كام سنه؟ عندي 19 سنة، وهتم 20 في شهر 5 يوم 4/5 بالظبط، على طول في الامتحانات. عايز بقى الهداء ترخ. سؤال من مجهول: بتستخدم كريم او جل ايه لشعرك؟ القرف ده يعني، ما بتستخدمش حاجة؟ لا ما بستخدمش. ايوه قول كده، هي مقرف. سؤال من مجهولة تاني: لو عندك نصيحة ليا للمذاكرة يا ريت تقولها. بالنسبة بقى للثانوية العامة، ما تخافيش منها، خش الامتحان وانت مطمنة، ذاكري واعملي اللي عليكي. بس ما تخليش حد يستغلك في الملازم وكده. واتفرجي على فيديو بتاع الثانوية، تلاقي فيه نصايح القطي منها لو عرفت تلقطي حاجة بسرعة. ماشي؟ ايه تاني سؤال؟ خلاص يلا قوم من قدام، خلصت الأسئلة. قوم ايه يا كلب الجزم؟ قوم يلا خش جوه. بصوا بقى انا كده خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تسموا الواد ده ماشي. لو انت بقى جديد في القناه فهيطلع لك دوريه كده عليها صورتي، معلش على المنظر ده، بس دوس عليها هيطلع لك شريط، دوس سبسكرايب بس. مش عايز منك حاجه تاني. عايز تتابعني على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام، هم دول هتلاقي لينكاتهم تحت الفيديو. انا بحبكم جدا. كان معاكم محمد احمد، سلام.